اخباركم ايه؟ تعالوا النهارده اقول لكم انا ازاي بعمل الجلاش. هقول لكم طريقه عمل جلاش باللحمه المفرومه يطلع معاكم مورق كده ومظبوط، طعمه خطير وطري، بسيط جدا. قبل ما نبدا الفيديو ما تنسوش لايك والشير. من غير مقدمات كتير خلونا نبدا على طول. اول حاجه هنعملها ان احنا هنعصج اللحمه. طاسه سخنه جدا وبنزل باللحمه زي ما هي كده على نار عاليه لحد ما تتحمر من تحت وتاخد أم، صدمه كده وتاخد لون البني الحلو ده. وبحاول اقلبها قطعة واحدة على بعضها علشان كمان تاخد لون من تحت زي اللي فوق. بعد ما بتاخد لون وتحميرة حلوة كده من تحت وفوق ببدأ بقى ان انا بالهراسة او بالشوكة او بأي حاجة اتك عليها علشان كلها تاخد لون واحد ويختفي اللون الوردي بتاع اللحمة ده من غير ما بضيف لها لسه اي توابل ولا اي حاجة خالص. بخليها بس الاول تاخد تحميرة كده بتخلي طعمها حلو قوي. بفضل اقلبها لحد ما كلها خلاص تستوي وبعدين بحط عليها بصلة كبيرة مفرومة ناعم. الجلاش بيبقى حلو لما بتزودوا البصل في التعصيجة بتاعته. بقلبها كده علشان برضو تدبل بسيط، وبعدين ببدأ ادخلها مع اللحمة واقلبهم كلهم مع بعض. ومقطعة جنبي كمان فلفل اخضر رومي، تقدروا تستغنوا عنه، هي خطوة اختيارية تماما، بس انا بحب الحقيقة الحشوة بتاعة الجلاش تبقى غنية كده وفيها فلفل وبصل كتير، بتبقى طعمها حلو قوي. حطيت الفلفل وهتبلها بملح وفلفل، وتقدروا تحطوا التوابل اللي انتوا عايزينها. انا بحط نص معلقة من السبع بهارات، لو مش موجودة عندكم حطوا بهارات اللحمة العادية، ممكن تحطوا شوية صغيرة من القرفة. البهارات دي اختيارية وزي ما بتحبوها. هنقلب تقلبتين لحد ما خلاص الحاجة كلها تاخد من طعم بعض ونخليها على جنب. لفة الجلاش طبعا لما بتجيبوها بتبقى هي اصلا على ورق بلاستيك كده، فانا بفضل مخليه الورق ده تحتها، وبيبقى جنبي فوطة نظيفة علشان اغطيها وما ينشفش معايا، ولازم طول ما انا شغالة في الفوطة تفضل على طول عليه. الصينية اللي انا هعمل فيها بظبط مقاس الجلاش لان ورقته بتبقى كبيرة، علشان لما احطها ما تقعدش تبقى طويلة مني واتنيها يمين وشمال، فبظبط مقاسها على قد الصينية. عندي معلقتين كبار من السمنة وشوية من الزيت، وهحط ربع معلقة صغيرة من البيكنج باودر علشان لما ادهن ما بين الطبقات يديني توريقة ويبقى هش وطري في نفس الوقت. فده ميكس من الزيت والسمنة وربع معلقة بس من البيكنج باودر. هنجيب الصينية بقى، انا خلاص ظبطت مقاس الورق على قدها، وهدهن من تحت كويس. لو هي كمان غير قابلة للصق يبقى اتوصوا شوية بأول طبقة لما تيجوا تدهنوها من السمنة والزيت. وبحط الورقة وبدهن، يعني بحط ما بين كل ورقتين طبقة كويسة من المادة الدهنية، ورقتين وبدهن وورقتين تانيين وبدهن. وبحبها تبقى مظبوطة زي ما انتوا شايفين كده، فقصوها على قدها بتسهل عليكم، بيطلع شكلها في الاخر مظبوط. بعمل نص الكمية، طبعا الزيادة اللي انا بقصها دي باجي بقى في النص كده واحطها، يعني دي زيادات اللي انا قصيتها من ورق الجلاش بحطها في النص. اهم حاجة ان الطبقة اللي تحت خالص والطبقة اللي فوق خالص هما يبقوا ورق سليم، واي زيادات بقى انتوا عملتوها دول دخلوها في النص. بعد ما عملت نص الكمية هحط الحشوة بتاعتي. لما بتبقى كتير كده كمان كتروها بالبصل والفلفل، وتقدروا طبعا تضيفوا فلفل حامي زي ما انتوا عايزين، بتبقى طعمها حلو بصراحة. هحط نص الكمية اللي بعد كده، وبرضو توصوا بالدهن بتاعه لان هو ده اللي هيخليه طري، وبيخلي كمان التوريقة بتاعته باينة اكتر. بعد ما خلصت الكمية كلها، وطبعا الورقة اللي على الوش سليمة، بقطعه قبل ما بدخله الفرن. هدخله الاول قبل ما اسقيه اي حاجة على الرف اللي في النص على الحرارة 180 النار من تحت بس، وبسيبه كده ربع ساعة لحد ما اجهز التشريبة بتاعته. كوباية لبن عليها بيضة، ملح وفلفل، وبرده ربع معلقة صغيرة من البيكنج باودر، ولو باقي عندكم من خليط الزيت والزبدة تقدروا تحطوا كمان منه معلقتين. اضربوا الاول البيضة كويس قبل ما تحطوا عليها اللبن علشان تتضرب حلو وما تبقاش باينة لما تيجوا تضيفوها كده على الجلاش. بعد ما دخل الفرن تقريبا تلت ساعة وتشمع زي ما انتوا شايفين كده، بطلعه واسقيه بقى باللبن والبيض اللي احنا عملناه ده، وارجع ادخله الفرن تاني. ودلوقتي بشغل بس الشواية عليه، استنى عليه بس لما يهدى شوية كده وياخد لون حلو، وبعدين تطلعوه. رهيب يا جماعة، الطبقات بتاعته كل واحدة باينة، واخد لون حلو جدا، الحشوة طعمها مظبوط، هتلاقوه مورق، متقلقوش الحشوة مش هتقع منه ولا حاجة. تقدروا كمان تضيفوا لها اي نوع جبنة انتوا بتحبوه علشان تخليها ماسكة اكتر.
جربوه بالطريقة دي، انا متأكدة ان هو هيعجبكم جدا. جلاش من الاكلات الرهيبة لا تقاوم. الف هنا وشفا ليكم، اشوفكم المرة الجاية.